هنبدأ فيلمنا مع بنت متفوقة جدا في دراستها وكمان بتعرف تعزف على التشيلو وبيكون اسمها آنا وبتكون عايشة مع أمها وجوز أمها في بيت واحد. وفي يوم بتبقى آنا بتعزف في أوضتها وبيدخل عليها جوز أمها وهو سكران وبيحاول إنه يتحرش بيها بس آنا بتزقه وبيخش في رقبته جزازة وبيموت وبيتم القبض عليها. ولما بتروح المحكمة بتقول على كل حاجة كانت بتحصل معاها وانها كانت بتحاول تدافع عن نفسها مش اكتر، بس بتتفاجئ لما امها بتشهد ضدها وبتقول ان جوزها عمره ما جه جنبها، وبسبب ان مفيش دليل يثبت براءتها بيتحكم عليها بالحبس من 4 ل9 سنين، وده اللي هيحدده سلوكها في السجن. وبتنهار انا وبتحس بالظلم وبتروح سجن الاحداث، وهناك بيعاملها الحراس معامله وحشه جدا وبيخلوها تقلع هدومها وبيرشوا عليها ميه، وبعدها بيودوها لزنزانتها وبتتعرف انا على جيني زميلتها في الاوضه واللي بتكون بنت هاديه جدا ومنطويه، وبتسالها عن المده اللي هتقضيها في السجن فبتقول لها انها قضت 4 سنين ولسه قدامها سنه كمان. وبيجي ميعاد قفل الانوار وبتنام انا اول مره في مكان غريب غير بيتها، وتاني يوم بتنزل آنا لساحة السجن وبتبقى قاعدة لوحدها، وبتيجي بنت اسمها كلودي وبتعرض على آنا انها تنضم لعصابتها، ولما بترفض بتقول لها انها هتندم على القرار ده. وبيجي ميعاد الفطار وبتقعد آنا لوحدها على ترابيزه، بس كلودي وعصابتها بيتجمعوا حواليها وبتعرض عليها نفس العرض تاني، بس آنا بتسيبهم وتمشي وبتوقعها كلودي علشان سابتهم ومشيت. وبعد شوية بتبقى آنا بتنظف الممرات وفجأة بتيجي كلودي وعصابتها بيشيلوا آنا وبيحطوها في أوضة المنظفات علشان هي الأوضة الوحيدة اللي ما فيهاش كاميرات، وبتضربها كلودي وبتهددها انها لو بلغت عنها هتقتلها. وبتتنقل آنا لعيادة السجن وبتحاول المحققة تعرف من آنا مين اللي ضربها، بس آنا بتقول لها ان المكان كان ضلمة وما شافتش حد. وبتحاول الممرضة انها تطمن آنا وتقول لها انها المفروض تتأقلم على الوضع الجديد ولو في اي مشكلة تروح وتحكيها لمدير السجن فرانك، فبتقرر انها تروح له. ولما بتتكلم معاه بيقرا فرانك ملفها وبيعرف انها بنت متفوقه وكان ليها مستقبل كويس، وبيقول لها انه عارف انها مختلفه عن كل الموجودين في السجن ولو عايزه الحمايه هو هيديها لها بس في مقابل انها تسلم له نفسها. فبترفض آنا وبترجع زنزانتها وبتسالها جيني لو المأمور حاول يتحرش بيها تاني، فبتقول لها انها عاوزه بس تكون في حالها ومحدش يقرب منها. وبتنزل جيني علشان تهديها، وبعدها تخرج آنا لساحه السجن وهناك بتتعرض لها رئيسه عصابه تانية وبتحاول انها تدافع عن نفسها بس ما بتقدرش. وبعدها بتقرر آنا انها تنضم لعصابه كلودي وبتروح للمكان اللي بيقعدوا فيه، وهناك بتمنع واحده من العصابه انها تروح لكلودي فبتضربها آنا علشان تثبت قوتها لكلودي، وفعلا بتقدر توصل لها وبتطلب منها الحمايه في المقابل انها تنضم لعصابتها. وبتوافق كلودي وبيعملوا اجتماع وبتطلب من آنا انها تضرب رئيسه العصابه اللي تعرضت لها، وبعدها تسيبها تضربها وده علشان يصوروها بكاميرا الموبايل اللي معاها ويكون اثبات على ان رئيسه العصابه هي اللي بدات. وبعدها بتنفذ آنا المطلوب منها وبتضرب رئيسه العصابه اللي بتهجم عليها هي وعصابتها وبيضربوها بقوه، وبعد كده بياخدوهم الحراس على السجن الانفرادي وبيخلوها الحراس تقلع هدومها وبتفضل محبوسه في السجن لوحدها لمده 72 ساعه وهي مش لابسه حاجه. وبعد ما بتخلص المده بيودوها لمأمور السجن وهناك بيقول لها انه حبسها 72 ساعه بس، وده على الرغم من انها رفضت عرضه وبيجبرها انها تدخل معاه في علاقه في مقابل انه ما يحبسهاش لمده اسبوعين زي زمايلها، فبتضطر انها توافق. فبترجع زنزانتها بعد ما بتستحمى وبتكون منهاره وبتحاول جيني انها تخفف عنها، وبعدها بتقابل كلودي واللي بتخليها تدخن نوع معين، وبعدها ما بتحسش آنا باي حاجه وبتكون مبسوطه وبتوعدها كلودي انها تحميها. وبتمر الايام كل يوم بتحصل خناقه بين العصابتين وبتكون آنا فيها، فبتدخل كل مرة عند المأمور اللي بيغتصبها وبيهددها انه هيزود فترة وجودها في السجن لو ما نفذتش كلامه. وبتبدأ آنا انها تشرب مخدرات وبتتخانق آنا مع كلودي لانها سبب كل المشاكل بتاعتها، فبتطردها كلودي بره العصابة وبتحاول آنا انها ترجع تتصاحب على جيني بس بتكون خايفة تتورط في مشاكلها وبتبعد عنها. ولما بتحس آنا انها لوحدها بتروح تقعد مع الجماعة المدمنين في السجن وبتدي واحدة فيهم فلوس علشان تديها حقنة مخدرة، وبتيجي أمها تزورها بس آنا مش بتبقى مصدقة إنها جاية تشوفها وهي السبب في حبسها، وبتقول لها أمها إن هي كذابة وبتضربها بالقلم على وشها، وبتقول لها إنها كانت المفروض تبقى ممتنة ليه بدل ما تقتله علشان هو اللي كان بيصرف عليها. فبتنهار آنا وبتقول لأمها إنه كان بيغتصبها كل يوم من هي وعندها 12 سنة وإنها كانت عارفة وساكتة وبتسيبها وتمشي. وبتقول لها آنا انها ما تجيش تزورها تاني، وبتستمر آنا في تعاطي المخدرات وبسبب تأثيرها القوي ما بتكونش آنا حاسة بأي ألم لدرجة انها بتحفر بالسكين على جسمها كلمة ميتة، وبتفضل انها تتعرض للعنف من عصابات السجن لانها اجدد واحدة فيهم، وعلشان هي مش في وعيها بتبقى بتهاجم اي حد بشكل عنيف. وبتدخل من تاني لمأمور السجن وبعد كده ترجع تاني لزنزانتها وهي منهارة وتعبانة، وبتروح كلودي تطمن عليها وبتقول لها ان البنت اللي كانت بتديها حقنة المخدرات مصابة بالايدز وعلشان كده لازم تكشف. بس آنا بتكون في حالة عصبية وبتضرب كلودي. وتاني يوم بتكون جيني بتحاول انها تخلي آنا تبطل، بس آنا بتروح تاني للمكان اللي فيه زمايلها المدمنين
وقبل ما تاخد الحقنه بتلحقها كلودي وبتقول لها انها لازم تبطل، بس بتاخد جزازه من الارض وبتهددهم انها هتموت نفسها. وبتيجي القوات الخاصه مع مأمور السجن اللي بيحاول يهديها. بيقدر واحد من الحراس ياخد منها الازازه وبتخش السجن الانفرادي من تاني، وبتقعد مده طويله وهي بتعاني من اعراض الانسحاب وما بتاكلش ولا بتشرب لحد ما بتكسر صينيه الاكل وبتقطع شرايينها. وبيشوفها واحد من الحراس وبينقلوها غرفه مراقبه المنتحرين، وهناك بتجيلها الطبيبه النفسيه علشان تكشف على حالتها العقليه. وبتقرر انها تفضل في المستشفى لمده اسبوعين. وبتشوف انا المدمنين اللي حواليها وهم بيعانوا من اعراض اصعب منها بعد ما بيكون فقدوا القدره على التحكم في نفسهم. وبتاخد الادويه لحد ما بترجع لعياده السجن، وهناك بتبقى الممرضه بتحاول تساعدها. وبعد فتره بتخرج انا من العياده وبتقدر تبعد عن المخدرات. وفي يوم بيستدعيها مأمور السجن وبيقول لها على عرض المواهب اللي بيعمله في السجن كل سنه، وبيجيب لها تشيلو وبيطلب منها ترجع تتمرن من تاني. واول ما بتشوفه بتفتكر جوز امها وبتنهار من العياط. بيعرف المساجين ان فرانك بيميز انا فبيعوروها في وشها وبيحاولوا يكسروا ايديها. وبتروح انا العياده من تاني وبيجي مأمور السجن يزورها. بيعرف ان كلودي هي السبب فبيقول لها انه هيجيب لها حقها وبيلمس رجليها. وبتشوف الممرضه وبتعرف ان فرانك بيتحرش بيها. وبيجي ميعاد عرض المواهب وبتعزف انا على آلة التشيلو وبيتأثر كل اللي في السجن بعزفها اللي بيكون جميل جدا. وبعد العرض بيجي فرانك يقعد مع انا لوحدهم وبيقول لها انها تقعد في جلسه اطلاق سراح غير مشروط الشهر اللي جاي، وانها لو سمعت كلامه هيخليها تخرج من السجن. وبتفرح انا وبتنفذ لفرانك اللي هو عايزه وبترجع زنزانتها. وهناك بتحكي لجين اللي حصل، بس بتقول لها ما تصدقش فرانك لانه كذاب. وفي تاني يوم بيجي جواب لآنا في جلسة إطلاق سراح غير مشروط، وبتفرح أنا جدا بس بتكون خايفة من فرانك لا يخلف وعده ليها. فبتروح تتكلم مع الممرضة على اللي حصل ليها وبتصدقها الممرضة وبتقول لها انها هتوصل الخبر لقريبها اللي شغال في منصب حكومي كبير. وبيشوفهم فرانك بيتكلموا في كاميرات المراقبة فبيبعت 2 بيخلصوا على الممرضة. وبتشوف انا اللي بيحصل وبتعرف ان المأمور هو السبب فبتخاف وبتطلب المساعدة من كلودي وبتقول لها انهم عاوزين يوقعوا فرانك لانه بيتحرش وبيغتصب كل البنات اللي في السجن. فبتوافق كلودي وبتديها الكاميرا بتاعتها علشان تصور فرانك وهو بيعتدي عليها. وبتروح انا المكتب المأمور وبتقدر تسجل له من غير ما ياخد باله. وبعدها في جلسة إطلاق السراح وبيطلب المسؤولين من فرانك إنه يقول رأيه في آنا. فبيشكر فرانك فيها بشكل كبير بس بيقول لهم إن عندها مشكلة في السلطة وإنها لازم تفضل مدة أطول في السجن. وبتعرف آنا إن جيني كانت على حق. وقبل ما القاضي يرفض الدعوة بتوريهم آنا الفيديو بتاع فرانك وبتنصدم اللجنة كلها. وبيأمر القاضي الحراس بالقبض على فرانك وتحويله للتحقيق. وبيعتذر لها القاضي بنفسه عن اللي حصل لها وبيوافق إنه يطلق سراحها. وبتخرج آنا أخيرا من السجن وبتلاقي أمها اللي بتكون اعترفت للقاضي إن بنتها مظلومة وهي اللي قدمت لها جلسة إطلاق السراح. وبترجع آنا تاني لحياتها الطبيعية وبتعزف على التشيلو من تاني. وبكده يبقى خلصنا فيلم النهارده. كان معاكم محمد نوبي.